السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. النهارده قراءتنا مع برج الجوزاء، قراءة للمنفصلين شهر ابريل 2026. بس قبل ما ابدا القراءة فضلا وليس امرا ما تنسوش لايك اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. بالنسبة للقراءات المجانية، رجعنا تاني القراءات المجانية دي يوم الجمعة. تقدروا تتواصلوا معايا وتبعتوا لي أسئلتكم وبجاوبكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في فيديو القراءات المجانية للمشتركين. أما بالنسبة للقراءات الخاصة، بسيب لينك الفيسبوك، رقم الواتساب سندروس، تقدر تتواصل معايا لحجز قراءتك الخاصة. برج الجوزاء، هذه قراءة عامة تكاد تنطبق أو لا تنطبق، وفي البداية وفي النهاية ما هي إلا طاقة والعلم عند الله. نبدأ مع بعض يا برج الجوزاء. تعال نشوف طاقتك تقول لك ايه. اشبك طاقتك معايا يا برج الجوزاء، يلا بينا. يلا بينا، بسم الله يا رب. برج الجوزاء، هنتكلم اول حاجه خالص كده عن طاقه الشخص دوت ومشاعره تجاهك ايه. اول حاجه بنشوف الايت اوف ثارت، يعني ايه طاقه فيها. بص يعني زي شايف ايت ثارت. الشخص دوت مقيد، في قيود كتير جدا عليه، مش قادر ينساك، مش قادر ينسى اي حاجة معاك لحد النهاردة، ولكن هو في وضع مفروض عليه. في حاجة بيحاول يتحرر منها ولكن مش قادر. في حاجة كبيرة جدا الشخص دوت مش قادر يتحرر منها عشانك. كوين اوف وانس دي طاقة بتقولي ان الشخص دوت لسه لحد النهاردة بيفكر في كل حاجة عاشها معاك ومش قادر ينسى اي حاجة بينك وبينه. يعني مش عارفه ليه، كأن الشخص دوت يعني في حته حلوه مش حته وحشه، يعني هو في مكان دلوقتي كويس مش مكان وحش. ممكن عنده شهرة واسعة، ممكن في مكان حلو، ممكن مع ناس كويسة، ممكن وضعه كويس، يعني هو مرتاح شكلا، لكن موضوعا بقى داخليا هو مش قادر يتجاوز علاقته معاك، ورغم ذلك هو مفروض عليه يبعد. ده اللي انا شايفاه. بص هنا حتى في المشاهد بيقول لي 7 of wands، اللي هو انا عايز اعمل اي حاجة علشان استعيد العلاقة تاني، وشايف ان في تحديات كتيرة جدا واقفة بيني وبينك، في حاجات كتير انا مش عارف اخرج منها، مش عارف اشيلها، مش عارف اعمل ايه. اللي واقف بيني وبينك يعني هنا ممكن نقول وضعه الاجتماعي مثلا، الناس اللي حواليه مثلا، منظره، خايف على منظره مثلا. ممكن في قيود عليه مش عارف يتحرر منها وخايف لو تحرر تحصل له مشاكل مثلا، مش عارفه. بس الواضح ان هو في وضع مفروض عليه ومش عارف يتحرر منه، ورغم ذلك هو مش عارف يتجاوز العلاقه بينك وبينه. يبين ان هو مرتاح ولكن جواه هو عايزك وبيفكر فيك ومحتاج لك. في طاقه العلاقه الايت اوف بنتكل، كان دايما بيفضل غيرك عليك. في الايت اوف بنتكل الشخص دوت دايما كان مشغول بغيرك عليك، بوضعه عليك، دايما كان مش مديلك انت نمبر 1 في حياته، فدوت اذاك، عايشك في وضع مفروض عليك عشان مصلحته، رغم ذلك انت استحملت وتعبت واتأذيت. بشوفك هنا الكوين اوف سورد، انت في قمة تعبك،
اتوجعت قوي من هذا الشخص. حاليا انت كوين اوف سورد، انت بتحاول تتعافى، بحاول بقى اخرج من اللي انا فيه دوت بهدوء، بحاول اسهل الدنيا على نفسي، بحاول مثلا اقرب من الناس، اقرب من ناس تساعدني، اقرب من اشخاص، ابدا من جديد، بحاول اتعافى. فانا طاقتك فيها تعافي، في ان انا عايز اتحرر من اللي انا فيه، في انا عملت كل حاجه في العلاقه ديت واتاذيت، عملت حاجات كتير، ما كانش شايفني، ما كانش بيديني وضعي، ما كانش متمسك بيا زي ما انا متمسك بيه، ما كانش بيديني زي ما انا بديه. فهنا طاقتك فيها ايه؟ طاقتك فيها ان انا اكتفيت، عملت حاجات كتير جدا وما خدتش حاجه، فانا لازم اشوف الحته اللي وجعاني بقى واتحرر منها. هنا زي ما قلت لك انت بتحاول تقرب من نفسك او تقرب من اشخاص حواليك، بتحاول تتكلم الفتره دي، بتحاول تفضفض، انا عايز اطلع. هنا ناين اوف سورت، لازلت بتفكر في الشخص دوت، ممكن يعني حتى في نومك الشخص دوت انت بتفكر فيه، يعني حتى النوم في نومك هو في احلامك، يعني هو في احلامك، في وجودك في حياتك، هو دايما موجود معاك. تمام. فترة صعبة تحاول تتحرر منها، اي نعم. هو برضو مش عارف يتجاوزك، وربما هنا الطاقة المشتركة ان انتوا الاتنين بتفكروا في بعض، وانتوا الاتنين معرفتوش تخلصوا من بعض رغم ان انتوا بعدتوا. طيب، في رسائل على الباطن من الشخص دوت ايج اوف سورت والتين اوف سورت، اللي هو انا كل ما افكر ان انت ممكن تكون لحد غيري، او ممكن افكر ان انت ممكن تبعد عني، او ان انت ما تبقاش معايا، بزعل، بتعب، بحس ان انا مش قادر، مش قادر، تعبان. حاسس ان الدنيا كلها جايه عليا، يعني زي ما قلت لك وضعه حلو، بس اللي جواه لا، يعني احساسي ان انا لوحدي، ان انا في مكان انا لازم اكون فيه، بس انا من جوايا انا تعبان، حاسس ان كل حاجه ضدي، مشاعري ضدي، تفكيري ضدي، مش عارف اتعافى من علاقتي معاك، مش عارف اشوفك مع حد تاني غيري، مش عارف اعمل ده. طيب، الخطوات الفترة اللي جاية، كينج اوف بنتيكال فور فونز، طبعا واضح ان الشخص دوت كينج اوف بنتيكال الفترة الجاية بيحاول يستعيد العلاقة تاني فور فونز، ويحاول يعوضك بقى، ان انا ممكن افاجئك بهدية حلوة او بحاجة حلوة، او امن مستقبلك مثلا، او اقولك انت عايز ايه، اعوضك، احاول اعوضك بقى باي طريقة بيكون فيها مصلحة بالنسبة لك، او اجيلك بعرض حلو انت تشوفه تقول الله خلاص تمام، يعني احاول اديلك على قد ما اقدر، او اعوضك على اللي عملته فيك. فدي خطوة هو هياخدها، هيفاجئك بشيء، خلي بالك. مصير علاقة كينج فونز، سكس فونز، طبعا يعني في مصير علاقة احنا بنشوف سكس فونز ان العلاقة دي الفترة اللي جاية هيكون في خطوة علنية، يعني لو هي سرية هتبدأ تكون علنية، طب لو اوريدي هي علنية هيبقى في خطوة حلوة، والناس هتبارك الخطوة دي، اللي حواليكوا الناس هتباركها. يعني لو في مثلا ناس كمان ممكن نقول كانت بتحارب العلاقة دي، لا الفترة اللي جاية الحرب دي هتقف. تمام. ففي خطوة علنية، في ناس هتباركها الفترة اللي جاية بينك وبين الشخص ده، ولو هي زي ما قلت لك العلاقة كانت سرية فهتكون علنية. عندي الكينج اوف وانز، هيكون في استقرار اكبر برضو الفترة اللي جاية، وفي اعتراف بالمشاعر، وفي ذكريات حلوة ممكن تستعاد بينك وبينه مرة تانية، يعني في اوقات حلوة عشتوها مع بعض هتبدأ ترجع من تاني بينك وبينه. طيب تعالي ناخد بقى رسائلنا. True love، هذا هو الحب الحقيقي، شخص من الماضي سوف يعود ليك مرة تانية، هذا شخص ربما يكون توأم روح أو شعلة بالنسبة لك، ودعوة سوف تجمع بينك وبينه، يعني في دعوة هتحصل، أو دعوة أنت بتدعيها، أو قربك من الله سبحانه وتعالى الفترة اللي جاية، ده هيساعد إن العلاقة تعود مرة تانية برج الجوزاء. بكده تكون خلصت قراءتنا مع بعض، شكرا لكم، أشوفكم على خير، توحشوني جدا جدا، مستنياكم في قراءات تانية كتير.
ارجو لو عجبتكم القراءه ما تنسوش لايك اشتراك في القناه تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. باي باي.